كتبدا القصة في 1974 وكنشوفوا مستشفى ويست فيرجينيا مكان مخصص للناس المشوهين. هاد الناس كانوا مشوهين بسبب زواج الأقارب ومشاكل في الولادة زائد المشكل ديال المواد السامة اللي كانوا كيشربوا في الماء. كيبان الدكتور براندون كيعطي المعلومات على المرضى اللي كاينين في المستشفى لواحد الدكتورة سميتها آن. فجأة واحد المريض كيشد الدكتورة آن من اللور، وفي اللحظة اللي كيشدها الدكتور كيعاونها، ولكن المريض كيكون خدا واحد الفيليل ديال الشعر. الدكتور براندون كياخد الدكتورة آن لبلاصة اللي حابس فيها الإخوان هوليكير. هاد الإخوان هما تريفينجر، سوتوث وان آي. براندون كيقول لها أنه لقاهم في الغابة من طرف السيدة سميتها هوليكير، ومن هنا جا الاسم ديالهم الإخوان هوليكير. وملي لقاوهم كانوا كياكلوا والديهم. هاد الأطفال كانوا خطيرين بزاف. الدكتور كيوضح أن تريفينجر كلا جوج من الأصابع ديالو، وان اي خرج عينيه بفرشيطه وكلاها، وصوتوث ولا سن المنشار كان كيحك سنانو على الحيط وكيجرح بيهم بزاف ديال الناس. الدكتور براندون كيوضح ليها بانهم ما كيحسوش بالالام. من بعد الدكتور والدكتوره كيخرجوا. المريض اللي خدا الفيليل حاول يفتح بيه القفل ديال الباب ولكن ما قدرش، والاخوان الثلاثه شافوه بقاو كيغوتوا عليه بصوت مرعب وخلاو حتى لاح ليهم الفيليل. هداك واحد فيهم اللي هو تريفينجر هو اللي فتح القفل وخرجوا. من بعد غدروا بالحارس ديال البلاصه وقتلوه بكل وحشيه، ومشاو للغرفه ديال التحكم وفتحوا جميع الزنزانات. وهنا بدات المستشفى كتحول لجنون كامل. الخوت كيشدوا الدكتوره آن وكيربطوها وكيعطيوها صدمات كهربائيه حتى دماغها تضرر، وخرجوا ليها الكشاكش من فمها وماتت. من بعد كيشدوا الدكتور براندون وحتى هو كيربطوه بوحشيه بالسلوكه، وكيربطوهم في البيبان ديال الزنزانات وكيبداو يحلوهم مره واحده. وهنا بداو كيتقطعوا ليه الاطراف ديالو وكيموت بطريقه وحشيه وسط ضحك هيستيري من الاخوه الثلاثه. كيتغير المشهد لبعد 29 سنه. كنشوفوا 9 ديال الطلبه كيتمتعوا بالثلج، كانوا دايرين رحله تزلج على الجليد، ولكن توضروا وسط العاصفه. كيلقاو بنايه ويمشيو ليها بلا ما يعرفوا بانهم هذا غيكون اسوأ قرار في حياتهم. كان نفس المستشفى اللي عاشوا فيها الاخوان الثلاثه. كيدخلوا وكيبداو يشعلوا العافيه باش يسخنوا من بعد ما كانت العاصفه الثلجيه على برا، ولكن ما قدروش يرتاحوا بزاف. طبيعتهم كتخليهم يكتشفوا المكان بطبيعه الحال. كيشوفوا دفتر ديال المرضى وكيعرفوا انه كانوا كيتخزنوا الناس المشوهين في هذه البلاصه. ثلاثه الطلاب مشاو يشوفوا البلايص فين غادي ينعسوا واش كاين الفراش. فهاد اللحظه شافوا شي خيال، وفينسنت مشى يشوف شنو كاين واش كاين شي حد في الداخل، وهو يتعطل. وبداو يقلبوا عليه شويه بشويه وهو يغوت وخرج على غفله. جينا وكينيا تخلعوا، ولكن كان غير كيحاول يتماسح معاهم بهذه الطريقه الباسله. من بعد رجعوه ويمشي فينسنت بوحدو باش يشوف الجينيراتور، وخدموه هو يخدم الضو في بلاصه كلها. وبقاو كيديروا حفله بحكم انهم طلاب امريكان وكيعجبهم يديروا الاحتفالات مع الضوء بلا ما يعرفوا باللي كاين شي حد كيتفرج فيهم بلا ما يشوفوه. لقاو واحد الشريط افلام مليوح، هو يمشي واحد منهم خدمو ولقاوه كيعرض تجارب على الاخوه الثلاثه. لورين كتقول لهم ان خوها كان كيحكي قصص خطيره عليهم، ولكن باقي الطلاب ما تيقوهاش وبداو كيضحكوا. من بعد مشاو ينعسوا. فينسنت ما قدرش ينعس ومشى يكتشف البلاصه اكثر. هو يبان ليه شي حد جالس ولقى بورتر، ولكن المفاجاه كان ميت. بالصدمه كان باغي يهرب ولكن غير دار لقى وان اي قدامه خشى ليه موس في راسو قتلو. هو يجرب باش يخبي الجثه ديالو باش ما يشوفوهاش الاخرين. جا الصباح وبداو كيقلبوا على فينسنت، ما لقاوهش. العاصفه ما وقفاتش وحتى الاغراض ديالهم لقاوها ما كايناش، وكانوا كيظنوا بان فينسنت كيدير ليهم عاوتاني شي مقلب. 4 ديال الطلاب مشاو لتحت ولقاو قفص غريب فيه ادوات غريبه بحال ديال التعذيب، وهما يشوفوا كاع الزنزانات. هو يبان لهم الدم مرشوش في كل بلاصه. وحده منهم مشات للمطبخ حتى هي كتقلب وهي تصدم حيت شافت صوتوث هز جثه وهو يحطها فوق الطبله وبدا كيقطع الجثه اللي هي ديال بورتر. تريفينجر جا عند صوتوث ومناقشين على ود شكون اللي ياخذ الجثه. فهاد اللحظه جينا استغلات الفرصه وهربات باش تعلم الاخرين، وفي الوقت اللي كتشرح لهم شنو شافت هو يتلح حداهم جاكيط وهي تقدم كينيا وقلبت شنو كاين فيه.
لقات راس بورتر، وهنا كانت الصدمه الكبيره. ومع الخوف والصدمه اللي كانت على وجه كل شيء، الاخوان الثلاثه استغلوا الفوضى اللي وقعت واستعملوا السلك باش يشدوا كلير وعلقوها، وبدات كتركل. وكايل كيحاول يعتقها ويجرها، ولكن عمر كامله بالدم، وهو يجر والاخوه كيجروا حتى تقطع عليها الراس ديالها، وبقى كايل طايح ومصدوم. فهاد اللحظه المرعبه كلشي مشى كيجري وحاول يهربوا، وخرجوا باش يهربوا باي طريقه. الثلج منعهم من الهروب، ولقاو حتى الماطر ديال الثلج محيدين لهم الاخوه البدريات. لورين قررت تمشي تطلب المساعده، لبست ملابس ديال الثلج وشدات الطريق. اما الباقيين ما عندهم ملابس ديال التدفئه. رجعوا على ود باش ما يقتلهمش البرد، دخلوا للداخل ووصلوا للمكتب باش يسدوا عليهم، ولكن تفكروا باللي كانوا شي اسلحه لتحت وقرروا باش يمشيو يجيبوهم 3 منهم. في اللحظه اللي كانوا غاديين لديك البلاصه، هو يخرج لهم تريفينجر وتبعهم، وبداو كيجريو وهربوا. دخلوا لديك البلاصه وسدوا عليهم بالقفل. وصل لهم تريفينجر ما قدرش يدخل عليهم. من بعد خداو ادوات كثيره وهربوا. في نفس الوقت وان اي مشى عند اللي بقاو في المكتب وكيدق عليهم. كينيا قربات للباب وكانت كتظن باللي واحد من صحابهم، وفي لحظه مفاجئه هو يدخل منشار كهربائي في الباب. هو يشدها وان اي، ولكن بريجيت ضربت ليه يديه بموس وطلق كينيا. المجموعه الاخرى كانوا راجعين من اللي هزوا الادوات اللي كانوا محتاجين، ولكن سوتوث شد دانيال وربطو، وهم يتجمعوا عليه الاخوه الثلاثه وبداو كيعذبوا فيه اشد التعذيب. بداو كيسلخوه وهو حي، قطعوا ليه طرف من الصدر ديالو وكيقليه تريفينجر وكياكلو، ونفس الحاجه داروها للجسم ديالو كله. واخر مصيبه دارها تريفينجر هي جبد ليه الكبده ديالو وهو باقي كيتعذب، ودارها في قطيب وزاد معاها البصله وقلاها وكلاها بوحشيه كبيره. باقي الطلاب اكتشفوا ان دانيال كيتعذب، قرروا يهجموا على الاخوه الثلاثه ويحاولوا يطيحوهم في الفخ ويحبسوهم، خصوصا ملي عرفوهم ملهيين بالماكله ديال دانيال. من بعد ما هجموا عليهم طيحوهم في الفخ ونجحت الخطه، وحبسوهم في الزنزانه وسدوا عليهم. ولكن كينيا منعت كايل يحرقهم. من بعد هاد الشيء ارتاحوا بعدا شويه، وبدا كايل كيستفز في الوحوش وهو يجلس باش يرتاح من بعد الصدمات اللي وقعوا. كايل الناس تريفينجر حل قفل بنفس الفيليل ديال الشعر اللي كانوا حلوا به ملي كانوا صغار، وهو يشد كايل. وفي نفس الوقت مشاو طفاو الضوء، والظلام ولا في كل بلاصه، وتزاد الرعب اكثر ملي مشات وحده من اللي بقاو باش تقلب على كايل، ولكن لقاتو ما كاينش والاخوه مطلوقين. ورجعت كتجري بالخلعه وقالتها لهم وسدوا الباب مره اخرى. شويه بان لهم شي حد جاي مغطي وجهه كيجري لجهتهم وطلع عليهم في الباب، وهما يقرروا يهزوا المواس ويهجموا عليه. هو يطيح وبداو كيضربوه فيه كاملين بكثره الخوف حتى قتلوه. ملي مات هما يحيدوا ليه الغطاء على وجهه واكتشفوا انه كايل ماشي تريفينجر، واللسان ديالو مقطوع. مشاو كيجريو باش يهربوا، ولقاو حوايجهم مخبيين في المخبأ ديال الخوت الثلاثه ولبسوا الجاكيطات، ولكن النوافذ كلها مسدوده بالثلج. وسدوا الباب، ولكن جاو ليهم الاخوه وكانوا يحاولوا يحلوا الباب. ساره هرست الزاج ديال واحد الشرجم وكان عامر بالثلج، ولكن قدرت تحيدو وتدير حفره فيه وخرجت هي الاولى. ومن بعد بداو كيخرجوا وحده من ورا وحده، ولكن جينا بقات هي الاخيره ومحبوسه، ودخلوا عليها وصوتوث هز منشار وقتلها به. الاخوان الثلاثه تبعوهم على الزلاجه الثلجيه وهما كيجريو، ولكن تفرقوا. كينيا ضربها تريفينجر جات وعاونتها ساره. في نفس الوقت بريجيت كانت تلفانه وخايفه وهو يجي ليها بالزلاجه صوتوث وداز فوقها وقتلها. ساره مشات تقلب عليها ولقاتها مقتوله، وكينيا ناضت تقلب عليهم وسمعت واحد في الخوت وكان جاي ليها يقتلها، ولكن ساره خرجت من ورا الشجره وضرباته وطاح من فوق الزلاجه. ساره وكينيا هزوها وحاولوا يهربوا ونجحوا في هذا الشيء، ولكن وسط هذه الفرحه ديال النجاه ديالهم من الموت كتجي الصدمه. ريوسهم انفصلت على الجسد ديالهم حيت كان فخ وسط الثلج قطع عليهم ريوسهم بجوج. وفي نفس اللحظه كتبان لورين اللي كانت مشات تطلب المساعده في الاول، كانت تجمدات بالبرد. وفي اللقطه الاخيره كيبان تريفينجر وهو كيجمع الريوس ديال ساره وكينيا وخلى الجثث، وهنا كيسالي الفيلم.